واخيرا لقطتك بالشارع. عن جد يعني عادة بنكون مقررين نلتقى انه شي مرة لازم نلتقى، لا اليوم التقينا بالصدفة. الزميلة ريهام حمود، اهلا وسهلا فيكي. اهلين فيك عطية. انت وحمودة؟ انا وحمودة. اهلا وسهلا بحمودة. قول مرحبا. يا حبا. يا حبيبي. حمودة عنده صعوبة نطق، هو عم بس تتمشوا؟ اللي بيكون عايش معه بيفهم عليه شو عم يحكي. طب ريهام، اول شيء عن جد كيفك؟ كيفني؟ منيحة؟ لا بأس. ريهام بدي احكي شوي عن حمودة. إيه؟ قديش اول شيء بتحبيه؟ بموت عليه لدرجة انه انه هو يعني كل حياتي، صح؟ انت كل حياتي ولا لا؟ بوسني. بوسه. حمودة كل حياتي. على فكرة أول مرة حدا بيسألني قد إيه بتحبيه. يعني كل اللي حوالي ولا مرة حدا سألني قد إيه بتحبيه لحمودة. يعني أنا اليوم صار عندي بنت وبموت عليها، وهي يعني هي رقم واحد بحياتي، بس حمودة في له مكانة بالقلب مستحيل حدا يقدر ياخدها. اعتقد انت تقريبا ربيتيه لحمودة. يعني بيت ولا حمودة. مرضت الماما، ايه كان كنت بكالوريا وكفيت انا هالرحله الحلوه معه. قديش انتوا تعرضتوا لمواقف من المجتمع كونه انت عندك اخ متلازمة داون؟ بالبدايه اول شيء حموده مواليده 2000. يعني اليوم عمره 23 سنه، فمن 23 سنه كانت الحياه تختلف كليا عن هلا. الجيران هو وصغير، بعدين صاروا يحبوه طبعا، بس في نظره هي ما حدا بيفهمها غير الاهل. يعني هلا انا وياك اذا بنكون ماشيين بالطريق، اذا حدا طلع بحموده انا بفهمه انت مستحيل تقدر تفهمه هو شو نظرته. يعني انا فورا بلقطها. كانت صعبه، شوف انه يكون عندك بالعائله طفل داون، هي حرقة قلب للأم، لأنه كل الأمهات بيتمنوا أولادهم يكونوا بالخلقة التامة. بعد ما رب العالمين يصبرهم بتلاقي إنه هو أحلى نعمة بالحياة. المشاكل اللي واجهناها كانت كبيرة صراحة، لأنه حمودة لما كان وقت إنه يدخل روضة أو مدرسة كان لسه ما في دمج عنا بسوريا، وهذا الموضوع كان كتير كتير صعب بالنسبة لنا، ومع هيك الحمد لله يعني قدرنا يصير دمج. بس في قصة أنا دائما بحب أقولها على فكرة، وإن شاء الله هلا هيك يكونوا عم يشوفوني هدول الجماعة، إنه كان حمودة عمره شي 4 سنين 5 سنين، اجوا بدهم يخطبوا أختي. راحوا، فاللي اجوا عن طريق رفيقتهم قالت لها إنه لا تزعلي، بس ما بدهم يعني ما بدهم اياكي لانه عندك اخ. ما كانوا يقولوا داون منغولي، لانه حموده داون فهن ما بدهم يخطبوا اختي، بخافوا يجيهم ولد داون. فبنتها للست هي كانت حامل، فلما ولدت جابت بنت داون. شوف الله والكارما ما بيتركوا حد زعلان. بيحبكم. بالتالي انه على فكره بيت حماية ناس كثير بجننوا. لما قررنا نخطب كنت اقول له انه انا كثير خايفه، يعني خايفه اهلك يكون عندهم هيك رفض كرمال حموده او شيء. ما بعرف يعني يمكن حقهم الاهل، في اهل بيخافوا، بس لا هن كثير كانوا حبابين. لما عرفوا بالقصه قالوا لي انه شو هذا الحكي اللي عم تحكيه، فقريت كل العالم تكون مثلهم. باللحظه اللي عرفتوا فيها انه حموده معه متلازمة داون، شوف انا كان عمري 6 سنين، بس كنت بتذكر انه امي كانت كل الوقت عم تبكي، كل الوقت. ما بعرف ليش كان في رفض للفكره، او بعد ما صرت امي يمكن صرت بعرف انه هي كثير بتجرح انه يكون عندك طفل انت ما بتعرف كيف بدك تتعامل معه، او ما بتعرف كيف بدك تصدره للمجتمع، بالذات من 23 سنه. يعني اصعب شيء اذا بدك تسالني شو اصعب شيء مرقنا فيه انا وحموده، لما توفت امي ما عاد عرفت كيف بدي فهمه انه هي راحت لمكان منيح، وحموده ما بيعرف شو يعني الموت، فكانت صعبه علي. والاصعب من هيك الاصعب من هيك انه كنت دائما، ما بعرف يمكن العالم يضحكوا علي، بس دائما انه كنت دائما حاطه براسي انه يا ترى هو عتبان على ماما لانه هو ما بيعرف فكره الموت. معقول هو فكر انه امه تركته، بس اكيد ربنا احن وبيعرف كيف حموده يفكر وبأنه طريقه. أنا بس بدي أوجه رسالة من منبرك عطية، إنه لكل عائلة، لكل أم وأب وأخوات عندهم طفل أو طفلة متلازمة داون، ما يخجلوا منهم، يصدروهم بالطريقة الطبيعية، هن بركة. حمودة كان يعني وسيلة لحتى أنجح وأوصل لليوم لكل شيء خير أنا فيه. بعت لهم بوسة حمودة. انت بدك تبوسي. يا حبيبي. شكرا.
بوسني حموده. شكرا. باي. شكرا. باي.